بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بكم على قناة أبرار التعليمية. هنقدم إن شاء الله كمالة العمل الخاص بالسكرتارية العربي الصف الثاني التجاري. مننساش تفعيل الجرس عشان نوصلكم كل المادة العلمية. يلا بينا. الدرس بتاعي عملي بكشف حساب الشراء، سكرتير عربي الصف الثاني ترم تاني، أول يناير 2018. طلبت شركة الرفاعي الأصواف، عنوانها 5 ميدان الأزهر بالقاهرة، من شركة جان جورج وشركائه. طبعا دول وكلاء بالعمولة بلندن. الفاكس 5657. التليفون عندك موجود اهو، السجل التجاري وصندوق البريد والقاموس الاصطلاحي، علشان خاطر هم هناك بيتعاملوا بالحروف زي عنوان البريد كده ورمز البريدي عندنا. طلبت منها ان احنا نشتري لحسابها البضاعة الاتية. عايزين نشتري 50 بلطو صوف انجليزي بسعر واحد 300 دولار او العملة الخاصة بانجلترا، وعدد 100 بدلة صوف انجليزي بسعر واحدة 200. العمولة 5% موجود قدامك اهي تحت العلامة المائية قناة أبرار التعليمية اهي. 5% من قيمة البضاعة والمصاريف. وقد أرسلت شركة رفاعي الأصواف مع طلب البضاعة شيك مصرفي بمبلغ 27,800 جنيه إنجليزي، اشتريته من بنك مصر في القاهرة في الأزهر، مسحوب على بنك باركليز بلندن. يعني إن دفعنا 27,800 بس يسحبوها من لندن لأمر جان جورج وشركائه. طبعا في 10 يناير أرسل الوكيل بالعمولة البضاعة المطلوبة وصرف عليها المصروفات الآتية. وبعد ما صرف البضاعة كتب لنا بقى تمن البضاعة زائد المصاريف زائد العمولة، وبعت لنا الشيك 150 جنيه لف وحزم، و250 جنيه نقل ميدان لندن، و495 شحن وتأمين بحري 3 في الألف من قيمة البضاعة. ويوم 15 يناير وصلت البضاعة إلى القاهرة واستلمها المستورد واستلم كشف الحساب. المطلوب من حضرتك كشف حساب الشراء رقم 444 بتاريخ 10/1/2018. ويلا بينا. والرسمة تبقى موجودة عندك في الامتحان وهتحط البيانات عليها فقط. السكرتيرة بتعتبر من أسهل المواد اللي عليك، فيلا بينا. اهو كشف الحساب الشراء. السجل التجاري تمام في اقصى اليمين اهو 667 محطوط تحتيه التليفون، والناحية الشمال محطوط صندوق البريد والفاكس طبعا والقاموس الاصطلاحي والرمز البريدي. ورقم حساب الشراء ده رقم 444 زي ما موجود عندك في المثال، تحريرا في لندن في 10/1 الى شركة الرفاعي. اللي بيبقى هيدفع الفلوس بيبقى اسمه مكتوب بعد كلمة إلى حساب شركة رفاعي الأصواف، عنوانها 5 ميدان الأزهر القاهرة، ومش بكتب أي بيانات لهذا الشخص. تمام، كتبت كل بيانات الخاصة بالوكلاء بالعمولة. المبين بعد وصف ثمن البضاعة المشترى لحسابكم بناء على طلبكم بتاريخ 1 يناير. والعمولة بكتبها اهي 5% من ثمن الشراء والمصاريف. عندي هنا سطرت التسطيرة بتاعت مبلغ كلي ومبلغ جزئي وعدد وبيان وسعر. خد عندك هنا بلطو صوف انجليزي اهو، العدد 50، دور على 50 اهي 50. الاسم بلطو صوف انجليزي، السعر 300. اضرب لي بقى هنا 50 في 300. 50 بلطو في 300 جنيه انجليزي يبقى 15,000. وبدلة صوف انجليزي او بلطو صوف انجليزي عايزة 100، سعر الواحد 200 جنيه، يبقى 100 في 200 ادي 20,000. طب يبقى هما الاتنين التجميع بتاعتهم كام اهي؟ 15 زائد 20 يبقى 35,000 المبلغ الكلي. طيب يبقى هو تمن البضاعة اللي صرفها الوكيل 35,000. المصاريف بقى حضرتك لف وحزم حطها في المبلغ الجزئي مش في المبلغ الكلي. المبلغ الكلي هجمع فيه فقط. لف وحزم 150، ونقل ميدان لندن 250، وشحن بحري 495، وتأمين بحري 3 في الألف من قيمة البضاعة. طب جت منين الرقم ده؟ تعالى ما أقولك. أنا عندي هنا المبلغ الكلي بتاع البضاعة 35,000، ضربتها في 3 على 1000، يبقى 35,000 دي ضربتها في 3 على 1000 ادتني 105.
جمعت المبلغ ده كله 150 زائد 250 زائد 495 زائد 105، طلع المبلغ 1000 جنيه. يبقى 35,000 وزودت عليها 1000 المصاريف أنا صرفتها 1000 جنيه، يبقى المبلغ الكلي بتاعي 36,000 جنيه. ال36,000 جنيه دي بعد ما أنا دفعت لهم المصاريف، تمام، عليا ليا فيهم عمولة 5% من التمن والمصاريف. يبقى 36,000 دي هضربها في 5/100، طلعت لي 1800 جنيه. يبقى هزود كمان على قيمة الفاتورة 36,000 دي 1800 جنيه. يبقى حضرتك المبلغ المفروض الشخص يدفعه أو شركة الرفاع الأزهر تدفعه 37,800. بعتت هي شيك، لو أنا قلت لك بعتت على شركة باركليز في لندن، البنك ده بعتت 27,800، يبقى دفعت من تمن البضاعة 37، المفروض بضاعة تمنها 37,800، دفعت منهم 27,800، بباقي عليها 10,000 جنيه انجليزي فقط لا غير، ما عدا السهو والخطأ. وده كان كشف الحساب بشكل مبسط. انا بنقل تمارين بس براعي التجميعات في التمرين تكون صحيحة علشان المبلغ يبقى صحيح. تمنياتي لكم بكل التوفيق، اشوفكم على خير في شرح فيديو جديد، ورمضان مبارك عليكم وعلينا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.